جينواز 3 بيضات بالملعقة فقط وغير بالفوي بحجم عائلي تقطع كمية كبيرة. أروع وصفة ممكن تجربوها وأنجحها. أنا عمري لا نتخلى عليها وقليل اللي يعرفها. ماذا بيكم تحمروا وجوهكم بها، وهاد الوصفة ديروها حتى في رمضان سهرات رمضان. واش نحكي لكم، روعة روعة روعة. المهم نبدا بسم الله في المقادير وطريقة التحضير. بس قبل هذا نقول لكم حبوبات نحبكم ونموت عليكم. ما نساوش تصليوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ونقول لكم حبوباتي معليش تضغطوا لي على زر لايك هكا باش تطلع لا فيديو تاعي ويشوفوا اكبر عدد ممكن من المشاهدين فضلا وليس امرا. ونقول لكم كذلك لاول مره تشاهد قناتي وتعرفوا فيديوهاتي، حبيبتي ما تبخلينيش من اشتراكك انضمامك لقناتي، اكيد راح يشرفني وينورني. شوفوا كيفاش خفيفه، تحسبوها مدايره بالزبده وتحسبوها مطلعه بست بيضات ولا سبعه ولا بيض واحد وصفر واحد. هو دوك تشوفوا الطريقه سهله مهله. المهم هنايا كيما راكم تشوفوا عندي ثلاثه حبيبات تاع العظام يكونوا متوسطين عادي جدا، وعندي حوالي 6 مغارف كبار من السكر العادي حتى ل8 مغارف. هنايا حبيت نديرها انايا بمبشور البرتقال عفوا، بما انه الوقت تاعو. اذا مش الوقت تاعو ولا مره خليت تفرجوا هاد لا فيديو ديروها مبشور الليمون بالفانيلا بعطر الموز كيما تحبوا. هنايا راح نضربها غير بالفوي، ما نتعب ما والو. صح نخلطها شويه بصح مش بزاف بزاف. واذا حبيتي اكيد تخدمي بالباطور خدمي، راح تجي كذلك روعه. عندي هنايا 12 ملعقه كبيره من الزيت النباتي العادي، ونواصل الخلط. بالنسبة للمبتدئات ديما نقولكم الزيت نضيفوه تدريجيا، انا ضفته المرة هذه مع بعضه، لكن لازم تتأكدوا باللي خلطوه مليح هكا باش ينسجم مع المكونات السابقة ويعطيكم نتيجة روعة روعة. والضربة اللي صرات لي وهي ضفت 12 ملعقة من الحليب عادي. لقيت روحي مانيش قاعدة نصور، قالوا لي ستوكاج تاع التليفون راهو قد قد ما تقدرش تصور. المهم هنايا برقات نعدت لكم واش نقول لكم قريب بكيت. مي معليهش عندنا 12 ملعقة كبيرة من الزيت، 12 ملعقة كبيرة من الحليب، وعندنا كذلك 12 ملعقة كبيرة معمرة مليح من الفرينة. هنايا الفرينة لازم تكون الملعقة هرمية ولا كما نقولوا بومبي. وعندي 2 أكياس خميرة الحلويات بما يعادل 20 غرام. إذا ما حبيتيش تخميرة بزاف ديري غير كيس واحد وراح تجيك روعة روعة. الخميرة عادة نغربلها بصح دركا ما غربلتش ما فهمتوش بيا. الفرينة مغربلة بصح الخميرة ماهيش مغربلة. مي معليهاش هاد الخميرة متأكدة بلي راهي جديدة لأنه ما عنديش بزاف ملي شريتها. كي نخاف منها يعني تتكور ولا دير هادوك الحبيبات اللي من بعد يقعدوا هكذاك في الكيك، لازم يعني نغربلها. والمبتدئات ننصحكم ديما غربلوا كل النواشف هكا باش يجيكم الكيك تاعكم خفيف ريشه. هنايا نتحط على هاد الخليط كيما راكم تشوفوا، مش خفيف ومش ثقيل بزاف بزاف. هاي ليكم. المهم هاد المقادير مضبوطة مليار بالمية. دوكا نجيب بلاطو هذاك 30 على 24 سنتيمتر، دهنته فقط بالزيت ورشيته بالفارينة ونصب الخليط تاعي فيه. هاوليكم الخليط كيفاش يجي، كي تشكليه على رقم 8 يتشكل معاك وما يروحش بكل سهولة. المهم وريحة التشينة راهي مدايرة حالة حالة. المهم انايا دوك نحاول نعدلو، دائما نحب نديرلو لي زيغزاغ هكا ولا نديرلو خطوط طوليه وخطوط عرضيه هكا باش يجيني السطح مستوي ويتوزع لي ولا تتوزع لي الخليط الكيكه عفوا يتوزع قد قد يعني بالتساوي. ندخلها فرن شاعل على 180 درجه، راح نشعلها فقط من التحت، من بعد كي نشوف الحواف حمارو نطفي لها من التحت ونشعللها من الفوق.
نحاوليكم اللون كيفاش يجي حميمر ما شاء الله عليه، وكذلك واش نقول لكم فيها خفة ماش نورمال. المهم انا خيرت اليوم نزينها من الفوق بلا شانتيي. هاد الخطوه راهي اختياريه، تقدر تزينيها فقط بلا كونفيتور وراح تجيك هايله هايله. هنايا واش درت كاس من الشانتيي، كاس غير ربع من الحليب، وحبيت انا فقط تنضيف عصير برتقاله متوسطه. وهنايا كيما راكم تشوفوا نخلط مليح، دائما نخلطه بالسرعه القليله من بعد السرعه المتوسطه ومن بعد السرعه القويه، خلاص هكا باش نتحصل على قوام يكون كثيف. وانايا حبيت يعني هكا بين الطبقه تاع الشانتي ولا جينواز، نحب هذيك الطبقه تاع لا كونفيتور اللي ضفت له ماء الورد مش ماء الزهر. واش نحكي لكم واش نخلي لكم، تقدروا تضيفوا له عصير ليمون ولا عصير البرتقال، راح يجيكم روعه روعه. في الاخير هنايا ضفت هذيك الطبقه تاع الشانتيه، راح شويه هكا تتقاس لكم بهذاك لا كونفيتور، مي ما كان حتى مشكل، ما من اللون راح يجيكم مليح، ما يجيكمش بيض بزاف، راح تجيكم روعه. نحاول نعدلها، انا حبيت برك هكا نزينها بالفرشيطه، ندير لها خطوط هكا بالفرشيطه. هذا ما كان، وزينوها اكيد في الاخير كيما تحبوا. نخليهم يبردوا حوالي نص ساعة فقط ونرجع لكم. فقط هنايا كي تضيفوا لا شانتيي كونوا متأكدين بلي الكيكة تاعكم راهي باردة، يعني ما تكونش هكاك سخونة ولا سينا لا شانتيي راح تذوب معاكم. نقسمها، قسموها كيما تحبوا ديروها على شكل دي ترونش تاع الباتيسري، تحبوا ديروها مربعات كيما تحبوا. انا حبيت نضيف لها هذاك اللوز ايفيلي بما انه متوفر عندي، نتوما تقدروا ديروها كاوكاو ولا اي حاجه. المهم ودرت لها شويه زاز تاع التشينا اللي كنت رابيت ولا سكرفشت عفوا واش بيا اليوم هذا. المهم سكرفشتو في هذيك لاراب اللي تكون خشينه شوي، جا روعه. وشوفوا يعني كسر الالوان وتحسنا ريحه الكيكه روعه روعه روعه. باش نحكي لكم صدقوني الزوج ياكل ويشكر، مالغري هو في الدومين هذا مش اي حاجه تقنعه ولا هذه عجبته بزاف بزاف، مام الولاد هبلوا عليها. جربوها، انا اصلا الوصفه هذه عمري ما نتخلى عليها. ديما نديرها هاد الكيكه، كنت شاركتها في قناتي القديمه على الاسماء اليوميه الجزائريه بعد اسماء زورد. واليوم حبيت يعني نمدها لكم بالطريقه هذه اللي نقول لكم جربوها. هذه تصلح في المول مدور، يعني ديري بها كيكه العيد الميلاد، جربيها على ضمانتي. على بالكم بدنا تاع البرتقال مع لا كونفيتور مع هذيك الطبقه تاع لا شانتي، ما نحكي لكمش مع لا جينواز هذيك كانها جينواز احترافيه، وهي كيما شفتوا بسيطه سهله وسريعه. ما نقدرش نوصف لكم البنه غير لكن جربتها. نقول لكم نتلاقى في فيديو قادم باذن الله بوصفه جديده.